السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده ان شاء الله هوريكم هدية عيد الام اللي انا جبتها لماما. قبل ما نبتدي يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لي زر الجرس وتكتبوا لي كومنت حلو زيكم وتضغطوا لي لايك علشان يوصلكم اي حاجة جديدة انا بنزلها. اول حاجة انا جبت لها العلبتين دول بتوع التلاجة، اللي هما العلبتين اللي هي غطاها اخضر دي. جبت لها 2 دول علب تلاجة بتشيل فيهم اي حاجه في التلاجة. جبت لها منهم 2. وتاني حاجه جبت لها منظم المعالق دوت، اللون البرتقاني دوت منظم معالق. جبت لها منه واحد اهوت، وجميل جدا واستخدامه كمان بيبقى حلو، وبيبقى حاجه تجديد برضو في البيت ومفيهوش اي مشكله. طبعا انا بشوف اي احتياجاتها في البيت وبجيبها لها. مش لازم عباية او حاجة تلبسها، اهم حاجة محتاجاها سواء في البيت او ليها هي، مش فارقة خالص. كده كده الحاجات اللي كلها ايه هتفيدها هي، وهي اللي هتستخدمها، وهي هتحس ان هي مرتاحة وهي تستخدمها، سواء جبت لها حاجة للبيت او جبت لها حاجة تلبسها او حاجة تفرشها، اي حاجة مش فارقة خالص. وبعد كده جبت لها ايه تاني؟ جبت لها بولة دي عشان تستخدمها في المطبخ هي. وجبت لها منها 2 عشان لقيت البلاستيك بتاعها كده حلو، و يعني بتاعها مش بيتكسر على طول، جميل. فجبت لها منها 2 البولة دي. وجبت لها البولة الموف دي طبعا دي جبتها لها يعني تستخدمها في التلاجة وكده، تحط فيها اي حاجة في التلاجة، عشان ماما طبعا بتحب تحط حاجات كتير كده في التلاجة وكده. ف جبت لها البولة دي صغيرة وحلوة للتلاجة. وبعد كده جبت لها كوز كده. الكوز ده طبعا عشان العصاير في رمضان. واحنا داخلين ان شاء الله على رمضان اهوت، كل سنه وانتم طيبين. رمضان طبعا هنحتاج فيه نعمل عصاير كتير وحاجات كتير قوي، فجبت لها دوت عشان، ومكتوب كمان اهو عليه رمضان كريم رمضان مبارك. دوت ايه بقى؟ عشان تستخدمه في رمضان، والعصاير بنعمل عصاير ياما يعني وكده، فحلو للعصاير. وجبت لها جاروف. ده جاروف كان لقيته حلو وخلاص يعني. والكوز دوت برضو لقيته حلو قوي كده ومرسوم عليه رسمة جميلة، فجبته لماما للمطبخ. والاطباق دي اطباق استانلس، دول عشان خاطر ماما تحط فيهم دقيق للسمك او تعمل فيهم بانيه، عشان طبعا هي عندها اطباق صيني وكده. فالاطباق الصيني مش هتبقى في الاستخدام شبه الحاجات دي، يعني دي هتبقى اسرع كده معايا، ومش هينفع ان هي تستخدم الاطباق الصيني في اي حاجه شبه البانيه والسمك والدقيق والحاجات دي. والاطباق دي طبعا عمليه في المطبخ كده وسهله في الاستخدام. وبعد كده لقيت الكوبايه الحلوه دي لقيتها البلاستيك بتاعها قوي جدا وجميله وكبيره كده، جبتها عشان نحط فيها ميه على السفره كده واحنا بناكل، تبقى حاجه كده وخلاص يعني، جميله يعني هي. ودي مصفة عصير، والتانية الصغيرة دي مصفى لليمون واليانسون والحاجات الصغيرة يعني. ودول بقى يا جماعة دول كاسات عجبوني قوي، لقيت لونهم جميل كده، حلوين قوي يعني للحاجات التحلية والحاجات البسيطة اللي بتتعمل. دي جميلة جدا يعني عجبتني جدا، فانا ايه، فالصراحة ما قدرتش ما اخدهاش، فاخدت بقى طقم على بعضه كده. هو الطقم عبارة عن 3 أو 6 براحتك يعني، فانا خدت الطقم اللي هو عبارة عن 3. آه ولونهم كان جميل قوي يعني، في الوان كتير بس انا عجبني اللون ده، حاجات يعني للتحلية والحاجات اللي كده. ودوت مشابك، لقيت المشابك دي برضو ماما كانت محتاجة مشابك من فترة، وانا واقفة بجيب الحاجة افتكرت المشابك فجبتها يعني. عجبتني برضو لقيتها حلوة، وما جبتلهاش الخشب، جبت لها دول احسن. وبعد كده وانا في وسط بقى وانا بجيب الحاجة دول، لقيت دول طبعا عشان دخلت رمضان، فالفوانيس طبعا في كل حتة وكده، فانا جبتهم لاخواتي الصغيرين، هما برضو بيفرحوا بالحاجات ديت وبيحبوا الفوانيس وكده، فانا جبت لهم ايه 2، واحد لاخويا وواحد لاختي الصغيرين، عشان دخلت رمضان طبعا، وهما ايه حاجة هدية مني بسيطة عشان دخلت رمضان، علشان هما طبعا يفرحوا بالحاجات دي.
وكده وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب وتضغطوا على زر الجرس علشان يوصلكوا اي حاجة جديدة انا بنزلها. وقولولي رأيكم ايه في الحاجات اللي انا جبتها، وقولولي انتوا برضو جبتوا لمامتكم ايه في عيد الام. وان شاء الله يتعاد علينا كلنا بالخير. مع السلامة، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير.